سجن ملوش بيبان، وتعذيب بشكل روتيني، ومفيش أمل تخرج تاني. والمحاكمة ما بتزيدش عن 3 دقايق وبتكون بتتضرب بأعنف الطرق أثناء المحاكمة. اغتصاب جماعي وسحق جثث وتجفيف بشر بالملح ومحرقة عملاقة لإخفاء أي بقايا بشرية. ولحد يومنا هذا عدد المساجين مش معروف، بس هو أكتر من 30 ألف بني آدم. سجن صدنايا رعب على أرض الواقع عاشوه أهل سوريا. يا ترى إيه حكايته؟ هو سجن عسكري موجود في دمشق سوريا، افتتحوه سنة 1989، والسجن ده استخدموه لاحتجاز آلاف المساجين المعارضين لحكم بشار والمساجين السياسيين وكده. يعتبر من أكتر السجون سرية وأسوأ ممكن تكون سمعت عنها في حياتك، ويعتبر المسافة بينه وبين مدينة صدنايا هي 30 كيلو متر، علشان كده اتسمى بالاسم ده. وكان في البداية سجن لاحتجاز العسكريين، لكن فيما بعد أصبح للمعارضين والسياسيين المعتقلين اللي وصل عددهم بالآلاف. ويعتبر ده أشهر سجن سوري وأبشعهم على الإطلاق. وكانوا بيعتدوا على المساجين اعتداء جنسي جماعي، لدرجة إن في أطفال لقوها في السجن ما يعرفوش مين أبوها، والأطفال دي أكيد طبعا ما شافتش الشارع. ده غير طبعا الإعدامات الجماعية اللي كانت بتتم بطريقة مرعبة للي بيسمعها، بس ما بالك اللي عاش اللحظات دي، ربنا يرحمهم جميعا. وبعد ما تم تحرير السجن يوم 9/11/2024، هربت كل القيادات العسكرية اللي كانت مسؤولة عن السجن، اللي أصبحوا أكتر الناس مطلوبين للعدالة في سوريا في الوقت الحالي. ده طبعا بعد عائلة بشار الأسد. ومنظمة حقوق الإنسان قالت إن في يناير 2021 إن تم قتل أكتر من 30 ألف معتقل. أنت متخيل العدد ده؟ من أول ما بدأت الحرب الأهلية في سوريا 2011. وده ما كانش السجن الوحيد اللي بيتم فيه التعذيب بالشكل المرعب ده كان في أكتر من 27 سجن تاني لنفس الغرض، بس ده كان أبشعهم. وكان التعذيب في السجن ده بيكون بشكل روتيني، يعني زي ما تقول بيتسلوا بالبشر. وده اللي قاله مسجون قدر يهرب من السجن، اسمه قيصر، ومعاه مئات الصور من داخل السجن اللي بتبين الطرق اللي كان بيتعذب بيها السجناء. وقال واحد من المساجين ان هما كانوا بيخيروه يا اما يقتل نفسه يا اما يقتل حد من اهله، ولما كان بيعترض كانوا بيحطوه في غرفة مليانة بالملح لحد ما السوائل اللي في جسمه كلها تخلص ويموت بالحياة. وغرفة الملح دي قصة تانية لوحدها، ومن أبشع طرق التعذيب اللي ممكن تسمع عنها في حياتك. وده غير مكبس الجثث ومسلخ البشر. أكيد طبعا اللي جرى الفيديو فاكرني بحكي عن فيلم رعب، بس ده في الواقع اللي كان بيحصل في سجن صدمايا كل يوم. وكانوا بيتخلصوا من اللي باقي من الجثث في محرقة ضخمة. وسجن صدمايا منقسم إلى قسمين: القسم الأبيض، وده الجزء اللي ظاهر من السجن. أما بقى الجزء التاني اللي هو الجزء الأحمر، فهو عبارة عن 3 طوابق تحت الأرض. والناس اللي كانوا بيحرسوا السجن كانوا بيتحكموا في كل حاجة فيه. وبعد ما هربوا سابوا وراهم شفرات صعبة جدا مش عارفين يفكوها لغاية دلوقتي عشان ينقذوا باقي المساجين. طبعا لو ما لحقوش يوصلوا للناس اللي في الطوابق اللي تحت في أسرع وقت هيموتوا من الجوع والعطش. ومن طرق التعذيب الغير آدمية كانوا بيجيبوا بني آدم ويقعدوه على كرسي، يحطوا تحت الكرسي ده شمعة لحد ما جزء من جسمه يدوب، بعد كده يرجعوه تاني لبيت زمايله. وفي واحدة من المعتقلات اللي طلعت من السجن بتقول إن هما كانوا معيشينها في زنزانة بيسموها بيت الكلب، وبتقول إن هي كانت لازم تنبح وهي على إيديها وعلى رجليها علشان يدخلوا لها الأكل. ده حتى الأطفال ما سلموش من التعذيب بتاعهم. كمية القصص اللي طلعت والأطفال واللي كان بيحصل فيها. وفي قصة عن واحد بعد ما ضربوه وجرحوه قرروا إنه يدخلوه أوضة الملح يومين بحيث إن الأملاح تاكل في الجروح بتاعته. وبعد ما انتهوا من تعذيبه وخرجوه أجبروه إن هو لازم ياكل من الجثث اللي موجودة في الملح. طبعا في الأول رفض، فسابوه يومين تانيين وقالوا له أنت لو ما اخترتش جثة تاكل منها هنجيب ابن أختك ونشوهولك وهنخليك تاكل منه. وفي الآخر بعتوله جثة ست عندها أكتر من 50 سنة عارية تماما عشان ياكل منها. كمية الوحشية اللي اتوصفت إن هي بتتم في السجون دي لا تصدق. تخيل إن بيقال إن واحد من السجانين قبل ما يهرب قرر إن هو يوقف الكهرباء ومضخات الهواء عن آلاف المساجين اللي موجودين تحت في السجون بحيث إن كلهم يموتوا. وفي قصة كمان عن واحد من اللي قدروا ياخدوا حريتهم من سجن صدنايا اسمه محمد من ريف حمص. محمد بيقول إن تم اعتقاله يوم 23/9 سنة 2011 بتهمة المعارضة، إن هو مجرد معارض سياسي، التهمة المعتادة لأي حد من اللي بيقبضوا عليه، وإن هو كان مشارك في المظاهرات وإن هو كان بيكره النظام. وأول ما وصل للسجن استقبلوه بأبشع الشتايم وأهلا بخاين البلاد والعميل والكلام ده كله. ده غير طبعا السبب الأب والأم. فأول حاجة عملوها له إن هو حطوه في زنزانة انفرادي لمدة 5 أيام، وكل اللي كانوا بيقدموه له حتة عيش ناشفة من تحت عقب الباب. وبعد 5 أيام طلعوه وحطوا القمامة على عينه إن هو ما يقدرش يتحرك وما يقدرش يشوف أي حاجة قدامه، ونزلوا عليه ضرب بالكرابيج وبالعصي
ولأن هو تعرض لأبشع أنواع التعذيب. وبعد ما خلصوا ضرب فيه هو وزمايله راحوا واخدينهم بقى للمسلخ. تو هم في العربية متكتفين كانوا نازلين عليهم ضرب. محمد كان بيقول إن هو كان معاه 12 أو 13 شخص تاني، معظمهم كان أطفال وشباب صغيرين، إن هو كان سامع صوتهم وكان باين إن هو صوت أطفال. والزنزانة اللي كان فيها كانت من متر لمتر ونص، وكان فيها عدد أشخاص كبير قوي لدرجة إن هو ما كانش عارف ينام ولا حتى يقعد، وكان يا إما بينام وهو واقف أو كان بيميل على الحيطة، حتى النوم ما كانش واخد راحته فيها. وكل يوم بيتم تعذيبهم 3 مرات. وأكتر وقت العساكر بتبقى جاهزة فيه للتعذيب هو الصبح في أول اليوم. وكمان الأكل اللي كان بيتقدم لهم كان سيء ورديء جدا، لدرجة إن هم كانوا بيتذلوا عشان ياخدوه، لدرجة إن في بعض الأوقات الحراس كانوا بيتفوا في الأكل عشان المساجين ما تاكلش، ومع ذلك ما كانش ليهم أي اختيار تاني وكانوا بياكلوا. وفي بعض الأوقات كانوا بيرموه على الأرض وبينزلوا المساجين يلحسوه من على الأرض. وغير محمد في مئات بل آلاف من المساجين اللي مروا بنفس التجارب دي، وفي منهم اللي مات وما قدرناش نعرف ايه اللي حصل معاه. خد بالك انواع التعذيب جوه كانت كتير جدا، احنا ما قلناش حتى ربعهم. ده في زي الفلقة والبساط، في حاجات كده صعب عقلك يتصورها. وفي النهاية بقول الحمد لله ان هم قدروا ينقذوا الناس دي من السجن ده وقدروا يفتحوه، وربنا يرحم كل اللي ماتوا. بس هنقول ايه، هم دول فعلا شياطين الانس. وانا بكتب الموضوع ده ما كنتش مصدق كمية البشاعة والجحود اللي موجود في السجن ده، وما كنتش مصدق ان اللي ممكن يوصله الانسان من شر. الموضوع كان صعب، بس انا حاولت اوصل لكم نبذة بسيطة عن اللي بيحصل هناك. اتمنى لو الفيديو عجبكم تدعموني بلايك واشتراك عشان تساعدوني ان انا اقدر انشر فيديوهات تانية. ولو في اي موضوع عاوزين نحكي عنه ياريت تكتبولي في التعليقات.